لو انت سافرت واتغربت وتعبان في الغربة عشان مش لاقي شغل، ناس كتير مرت بالمرحلة دي. نصيحتي ليك حتى لو انت كنت دكتور او مهندس وعن تجربة والله، بلاش تقف على محطة زي كده هتحطمك نفسيا. اشتغل اي حاجة، اشتغل عامل، شيل حط روح تعالى. اهم حاجة ان انت تشتغل. لو اشتغلت ب1000 ريال بس في الشهر وصرفت 800 وحوشت 200، كده انت طالع خطوه لقدام. انا مش بقول لك كده عشان اقول لك لا اتبهدل او ما تتبهدلش، لا، انت اتغربت ودي فتره بتبقى صعبه على الناس كلها في البدايات. فنصيحتي ليك ان انت تشتغل، اشتغل ب1000، اصرف 800، حوش 200. احسن ما تستلف فلوس السكن، واحسن ما تستلف فلوس باقة النت، واحسن ما تستلف فلوس الاكل والشرب. هتلاقي نفسك بترجع 5000 خطوه لورا. فنصيحتي ليك ان انت تقدم حتى لو خطوه واحده وما ترجعش خطوة لورا. المحطة دي صعبة على الكل وناس كتير مرت بيها، وربنا يا رب يكرم كل شاب مغترب ويرزقه برزق حلال. قولوا امين.